رحت العراق انا رايح عن طريق اللي هو برنامج النفط مقابل الغذاء، يعني كان من الفن. وانا متفق معايا الاستاذ محمد شيتا، كان له شغل مع العراق وعلى اساس اروح العراق. فانا وافقت رايح انا احب جدا اروح البلاد العربيه بالمسرح. انا بيجي لي دعوات كتير للدول العربيه من غير مسرح، انا احب اروح بالمسرح. فنزلت من الطياره فلقيت صف مستني، فنزلت في هوا، فالمساعد بتاع عادل سليمان راح ايه ملبسني كاب عشان الهوا بقى الناس هتصور وبتاع مش عارف ايه، مبقاش واحد بقى شاف تلاقي شعره طاير مش عارف عامل ازاي حاجات زي كده. فلقيت واحد قال لي ما بيصير يا سيد عادل ما بيصير، وانا عمال قلت له ايه واحد مصور انا فاكر بيقول لي يعني ليه ما جاتش من زمان، يعني كان ايام صدام حسين. اتاري ايه بقى الكاب اللي لبسه لي عادل المساعد بتاعي عليه العلم الامريكي. فانا مش واخد بالي ولقيت الناس نظرتها اتغيرت. فداخل كده فلقيت ايه في كوفي شوب او حاجه في ناس بيحيوني، فببص في الازاز لقيت رحت العامل قلبه. المهم انا قبل ما اروح قلت لهم بقول لكم يا اولاد احنا رايحين دوله بوليسيه، فخلي بالكم بلاش كلام فارغ، ما تقعدوش تهزروا. انتوا عارف المصريين دول اصلهم ما يسيبوش حد في حاله. الانتقاد عندهم يعني الحقيقه، ودي من شعب في حركه والله. قلت لهم فخلي بالكم. ما قال له حاضر. خلي السرحان بقى وتامر عبد المنعم والشبان دول. ابص الاقي بقى ايه وهم قاعدين لك يا سلام على الرئيس صدام حسين، يا سلام ده حاجه جميله وحاجه عظيمه. اتنين قاعدين مع بعض، اتنين لوحديهم يقول لك يا سلام على الرئيس صدام، ده حاجه اللهم صل على ده حاجه ربنا يخليه يا رب. واحد قاعد لوحده يا سلام على الرئيس. قلت لهم مش كده مش قوي كده هتودونا في داهيه. ورحت الكويت. رحت وجم الناس طه ياسين وطه عزيز وكل الطهات وكل القيادات وكل اللي هم كل الطه اللي قاعدين في القفص دلوقتي. وبعدين لقيت بقى ناس واقفه على المسرح شبه صدام حسين بالظبط، شبه بالمدفع والطوال وشنب واقفين على الستيج. انا شفت كده واقفين بالمدفع. قلت ايه دول؟ قالوا دول حرس. قلت لهم حرس ايه؟ بيحرسوا مين؟ المسرح ده فكره هو اللي بيحميه، ما فيش حاجه تحميه غير كده. فقلت لهم دول ينزلوا. واصريت ان دول ينزلوا عشان تجيبي اوردر بقى دول ينزلوا لازم من حد كبير. واصريت انهم ينزلوا. انا اساس خايف كمان في ايه؟ ان في احد مشاهد المسرحيه بيطلع من التابوت واحد بيضرب بالرصاص طلقه، فانا خايف ده الواد ده يطلع بيحط ضربنا كلنا بالقلب بتاعه. انما رحت بعد كده الكويت بدعوه من وزاره الثقافه. لقيت بقى قاعدين متنمرين لي انت عارفه العداء اللي بين الكويت والعراق. قالوا انت رحت العراق. قلت لهم بصوا انا فنان للشعوب العربيه ولست فنانا للانظمه العربيه. جميل لست فنانا للانظمه العربيه. لكن غزو العراق للكويت اثار فيك ان انت عملت فيلم شمس الزناتي. طبعا عقب هذا الغزو. والله في ناس كتير ما عرفتش ده مدام هاني. طب اشرح لي. قلت لازم تبقى قوي كمان. لابد من ان تكون قوي. يعني الناس نامت بالليل كويته، صبح الصبح لقوا نفسهم بيقولوا لهم انتوا عراقيين. الشعب العراقي بيحارب بقاله كام سنه، من ايام الحرب الاولى بتاعت الخليج مع ايران اللي قعدت 8 سنين. وبعدين دخلوا الراجل ده من اول ما جه صدام حسين وهو بيحارب. مش ممكن. انا شفت واحده ست في التلفزيون بتبكي بتقول عايز اربي ولادي في سلام، انا مش عارف اقعد في سلام، القنابل فوق دماغي. من ايام ايران، وبعدين دخول الكويت، وبعدين الامريكان جم وقوات التحالف ده بتاعه، وبعدين دخلوا تاني مش عارف. يعني شيء فظيع يعني اللي بيحصل، وبندي فرصه احنا للناس تعمل فينا زي ما هم عايزين. كان طاغيه وكان ديكتاتور واستغل ثروه بلاده واستغل ثروه شعبه، لكنك بكيت لما شفته في القفص. انا؟ قالوا لي كده.
انا ما بكيتش على صدام. انا بكيت على حال العرب. مفيش فن او فنان تلاقيه مع الدكتاتوريه ابدا، ما بقاش فنان.